ولد خبط بالغلط في زجاجة غامضة. في نفس اللحظة إيده سخنت جداً لدرجة إنها بقت كأنها 1000 درجة. لما حط بيضة على كفه اتكسرت واستوت فوراً، وحتى قطعة حديد أول ما لمست إيده بدأت تسيح. الولد اتوتر وحط إيديه تحت الحنفية، لكن المية كانت بتتبخر أول ما تلمس جلده. بعدها مسك شوية تلج يمكن يبردهم، وبالسرحان مسك جورنال، فأول ما لمسه اتحرق بسرعة. المشكلة بقت كبيرة لأنه لازم يعمل كيكة النهاردة عشان عيد ميلاد باباه، وباباه كان دايماً مشغول في الشغل. الولد قرر يعمل حاجة بإيده بنفسه، لكن المشكلة إن إيده كانت سخنة جداً وكل حاجة يلمسها كانت بتستوي فوراً، وهو تقريباً هيستسلم. جت له فكرة، مسك أنبوبة اختبار بماسك حديد وطلع خليط البيض بحذر وصبه في علبة، وبعدها لمس علبة السكر بطرف صباعه فعمل فيها فتحة صغيرة وبدأ السكر ينزل شوية. خلط المكونات في آلة وحط الخليط في الفرن. دقيقتين بلمسة من إيده والكيكة كانت جاهزة. في اللحظة دي خرج باباه من المعمل ولاحظ اللفتة على الحيطة، فافتكر إن النهاردة عيد ميلاده وحس بندم لأنه كان مشغول طول الوقت. وبعدها وقفوا مع بعض وولعوا شمع عيد الميلاد.